السلام عليكم لؤلؤات، كنتمنىكم كاملين تكونوا على خير وبخير. اليوم جبت لكم واحد القصه. اش غنقول لكم؟ انا بعدا شبعت فيها سبان في الخاص، وكنتمنى حتى نتوما ديروا عقلكم وكل قصه تصنتوا ليها في القناه ديالي الا وعبره بزاف ديال الناس، حتى لا قدر الله وقعت في نفس المشكل ولا في نفس الموقف تعرف لاله مولاتي المغربيه الحره كيفاش تخرج راسها وكيفاش تتعامل مع المشكل بالعقل. داكشي علاش كنقول لكم كل قصه عندها سر، وكل سر كيخلي لك عبره. كنتمنى غزالتي الفنات تشاركوا في القناه وتخلي واحد لايك، وما تبخلوش عليا بشي تعليق زوين. ومرحبا بالبنات الجداد، حتى هما كنبغيهم وكنحماق عليهم. وما نزيدش نطول عليكم، ندخلوا ديريكت في القصه ديال دنيا. السلام عليكم بنات، انا دنيا. من بعد ما دارت بيا الدنيا وما عرفت راسي من رجليا، جيت نحكي لكم قصتي وما جرى فيها، وغادا نعاودها لكم من الاول باش يلا تفهموني علاش كنهضر. وعافاكم البنات بلا تجريح، انا عارفاكم غتسبوني وغتجمعوا الدفال كامل وتفلوا عليا، ولكن هادشي اللي عطا الله ما بين يدي حيله. غرقت حتى الودنين وكنتسنى الخلاص من عند الله سبحانه وتعالى. ما نطولش عليكم بنات، انا دنيا. غنعاود لكم قصتي فاش بديت كنعقل. كبرت في واحد الحي شعبي بامتياز، اللي الجاره كتدخل عند الجاره، والجده كتربي الوليدات الحومه كاملين. ولاد جارتي هما ولادي، ولادك هما ولاد جارتك. حنا كبرنا في هذا الحي اللي شعبي بامتياز. ما عمرنا في داك الحي ما كانت عندنا شي مدابسه. ديما خالتي وميمتي هذا يتسخر هذا يشقى، تمشي عند الجاره تكون عندها شي مناسبه تشقي معاها. المهم حنا وليدات الجيران كنا دائما كنلعبوا. واشنو كنلعبوا عروسه وعريس. حنا الصراحه لاعبينها ما فاهمينش. كنتجمعوا الولاد والبنيتات، ولا اللي جاو عندهم شي ضيافه هما كيخرجوا يلعبوا معنا. دائما الصيف كندوزو حنايا كنلعبوا في الزنقه، وخاصه في هذيك الوقيته من مور الغدا كتكون الدنيا خاويه والبنات والولاد كنلعبوا. ماشي شي حاجه خايبه، لا لا، كنلعبوا عادي لحقاش حنا باقين ما عارفينش. الكبير فينا كان عنده 15 عام، وهذا اللي عنده 15 عام كان عارف راسو اش كيدير. وانا البنات ديك الساعه بديت نوعى شويه، وكان كيعجبني بزاف وكنت كنحماق عليه. هاد الولد كان سميتو كمال، كان ولد جارتنا السعديه، وعندها غير داك الولد وعندها 4 ديال البنات، وهذاك الولد عندها هو الصغير وكانت مفشاه. وكان دائما كتعطيه الفلوس، كتقول لي ها انت ملي تبقى تلعب مع الوليدات شري ليهم، وهادو راه خوتك وهادو راه هادي، وما تدابزوش وردوا البال لبعضياتكم. ولا جا شي واحد دايز من الزنقه وقال لكم يلا هو معايا، لا ما تمشيوش معاه، ما تهضروش مع الناس الغراب عليكم. مهم ديك خالتي السعديه كتوصينا، وبناتها راه كبارين تبارك الله، كاينه اللي تزوجات وكاينه اللي مازال. وحنا كنلعبوا البنيتات والوليدات، وكنلعبوا دار عروسه وعريس زعما عرس. ماشي كنحيدوا حوايجنا ولا شي حاجه، لا لا، كنلعبوا عادي كيف قلت لكم. كلشي مازال صغير الا هاد الولد هو اللي كان شويه كبر منا وكان فاهم. هذا هو كان كبر مني بشي 8 سنين. انا البنات كان كيعجبني، كنشوفو كيحن عليا. لعبنا شي لعبه وما ربحتش فيها ما حتى هو ما كيعجبوش الحال، وكان دائما كيسولني واش نلعبوا هادي ولا نلعبوا هادي. ملي كنكونوا غادي للمدرسه كنا تقريبا راه كنقراو ولاد الحومه كامله كنقراو في مدرسه وحده. كان كيتسنانا وكنا كنمشيو مجموعين، لا خرجنا مع 6 كنجيو مجموعين. مهم كبر داك الاحساس ديالي معايا، وهو ما عمره ما قال لي شي حاجه، وحتى انا ما عمرني ما قلت ليه شي حاجه. مشات ايام، قرينا الابتدائي قرينا الاعدادي كنجحوا كاملين، هو كان فايتنا. هو كان تخرج وكان مشى دار لافاك وكان كيمشي وكيجي، وانايا بقيت العلاقه ديالي معاه صراحه
كان مرة كيهضر معايا في التليفون، كنهضر معاه، كتقراي مزيان، وكان دائما كيبقى يعيط ليا غير مشعكه، اجي المشعكه قريتي مزيان وقراي باش تجي عندي لافاك ونمشيو انا وياك ونجيو انا وياك وردي البال راسك. ودائما كان كيتفكرني ويبقى يضحك معايا. حنا راه كبرنا ولينا رجاله ولينا عيالات. وهنا درت الفولار ودائما كنبغيه وكنحماق عليه، واكثريه بعض المرات كنضل نهضر معاه. انا ما نكذبش عليكم، انا راه كنهضر مع الدرب كامل كلهم الدراري كنهضر معاهم، ولكن هو حالة خاصة حيت حنا كبرنا في هذيك الحومة فحال العائلة، شي كيسول على شي. وكاين اللي تزوجوا مع بعضياتهم، كاينين الدراري والدريات اللي تزوجوا على 20 عام 22 عام تزوجوا وبقاو كيكملوا قرايتهم. وكاين مهم كاين الاحترام، يعني ما كيديروش شي حاجه بلا والديهم الصراحه. يعني كنا مربيين. انا كنت كنطير وكنت كنحماق على كمال، وكمال كان حتى هو كيبين لي الاهتمام ديالو. ولكن لا لا ماشي شي حاجه. النهار اللي دخلت الانستغرام ديالو كنلقاه مصور مع هاد البنت، ها هو كيحفظها هو وهاد البنت، ها هو قريب لهاد البنت، يعني حتى هو كان باترون. واش غنقول لكم. وكنت انا كنبقى نضحك معاه وكنقول له ايوا ما غديرش لينا شي عراسيه. كيقول لي قريب قريب. ديك الساعه خديت الباك ديالي ومشيت ما درتش لافاك، انا درت مدرسه قريت، وكنت كنتسنى باش ناخذ ديبلوم ديالي. كنت داكشي درت داكشي ديال المقاولات وداكشي. المهم بدينا غاديين حتى لواحد النهار دخل عندي وهو يقول لي ايوا يا المشعكه وقولي لي مبروك راني قررت نتزوج. قلت ليه بيمن شكون هاد سعيدة الحظ؟ قال لي ديما كنقول لك النهار اللي غنبغي نتزوج شي وحده ندخل نتزوج بشي وحده تكون داخله سوق راسها ومثقفه وما عندهاش مع الدراري وما كتلعبش مع الدراري. مع كيقول لي بحال هكا وانايا شعري كيوقف عليا. كنقول شكون هي هاد سعيدة الحظ؟ هو يقول لي ما عرفتيهاش. قلت ليه شكون؟ هو يقول لي بنت عمي فلان. او انت غتزوج هذيك المعقده، هذيك اللي كتشوف غير الفوق وديما هازه زنافرها للسما. ويقول لي ايه هذيك هي اللي بغى قلبي، ومن شحال هادي وانا باغي نهضر معاها. وانا نقول له هي قابله عليك باغا تزوج بيك؟ قال لي يا باقي ما عرفتش صراحه، اول وحده قلتها لها هي انتيا، باقي ما فاتح حتى شي واحد حتى من مهمتي باقي ما قلتهاش لها. قلت له واخا سي الله يسهل عليك. وقطعت وبقيت نبكي 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 نبكي. وعرفتوا بمن بغى يتزوج؟ بغى يتزوج بنت خالي العربي. وهاد خالي العربي هو واحد الراجل كبير كيسكن حدانا في الحومه، وعنده 3 ديال البنات، ودوك البنات محجبات، ما كيهضروا مع حد، ما كيتكلموا مع حد، كيمشيو نيشان وكيجيو نيشان. وحتى حنا ملي كنكونوا كنلعبوا في الزنقه ما كيلعبوش معانا، كيجلسوا في الشرجم وكيبقاو يتفرجوا فينا. ماشي حتى امهم ما كتخليهمش، لا هما ما كيبغيوش يلعبوا معانا، ما عرفتش علاش متكبرات. هو باغي هذيك البنت، وهذيك البنت تقريبا راه في اللاج ديالنا. صافي قلت ليه عاود صيفط له ميساج قلت ليه عرفتي اش دير خليني نهضر معاها وديك الساعه قولها انت لخالتي فلانه لخالتي السعديه على مو. قال لي واخا هضري معاها. قلت ليه واش انت كتهضر معاها؟ قال لي لا ما كنهضرش معاها، ما عنديش حتى نمرتها ولكن كنشوفها في لافاك. صافي انا هزيت التليفون عيطت ليها سلام سميه كي دايره لاباس عليك اش اخبارك؟ وانا نقول لها شوفي راه فلان باغي يتزوج بيك واش انت قابله؟ قالت لي نعم. قلت لها راه فلان وانت عارفه انت علاقتي انا وياه هو راه فحال خويا وعزيز عليا وهادي، وراه قال لي باغي يتزوج بيك. وهي تقول لي اللي باغي يتزوج ما كيسخرش ليا الناس اللي ما عندهم حتى علاقه بالعائله ديالو. اللي بغى يتزوج كيجيو كيدق في الباب وكيقصد الناس الكبار وكيقصد الديور الكبار، ما كيدخلش من الشرجم. وقطعت عليا. عرفتي البنات كنحس بالشياط خرج من ودني، وبقيت نبكي نبكي نبكي. صافي صونيت ليه وانا نقول ليه شوف راه قالت لي يجي عند والديا ويكون خير. ما بغيت نقول له والو. قال لي واخا على بركه الله. قالها لمو قادات الامور، جات عند ميمتي قالتها ليها قالت لها شوفي عاونيني راه ولدي باغي يمشي يخطب وخاصني ندير تحميره الوجه وخاصني ندي هادي وندي هادي، يلا هي معايا تقداي معايا هادي وهادي. المهم ميمتي هزات راسها ومشات معاها تقداو داك الشيء دوك الحلوى اللوز التخربيق وغاديين يهضروا.
اول مره ما بغينش يمشيو يديهم خاويين. السيد مولاي السلطان ما نقولش لكم، غادي بالكوستيم بيض والصبابات قراب قراب وسميتو الكرافاطه. انا لبست واحد القفيطين ومشيت جلست مع البنت. البنت راه بنت دربنا، غير هي ما مكبره شويه، ما كتخرجش عندنا بزاف. هضروا والديها كان عاجبهم الحال، لحقاش هو ديك الساعه داك العام كان غادي يتوظف صافي، كان كيدوز ستاج، وهي كان باقي عندها داك العام الاخر ديال لافاك. اش غنقول لكم البنات، هما يا كيفرحوا وكيضحكوا، انا الدمعه حابسها غير بزاز في عيني. هزيت راسي ومشيت لدارنا، قلت بلا ما نتشوه وخليتهم تما. عيطت لواحد صاحبتي كانت تقرا معايا، واحد صاحبتي كانت ما ساكناش في الحومه فين ساكنين حنا، ساكنه بعيده وهي قريبه ليا ملي كنتلاقاو انا وياها في المدرسه. وبقيت كنبكي وكنقول لها شوفي شنو دار ليا وهادي وهي تقول لي شوفي هزي راسك وجي عندي، راه عندي لك الدواء، كنعرف واحد السيد جي عندي. عيطت لماما قلت لها شوفي راه غدا نمشي عند راضيه صاحبتي، راه تقدر تجي تبات معايا. وهاد صاحبتي مفشه كانت ديما امها كتجيبها بالطونوبيل بعد المرات وكتجي تبات معايا، ما عندها لا خوتها لا والو. جات تلاقيت معاها، شديت الطاكسي ومشيت تلاقيت معاها، وهي تقول لي شوفي راه كنعرف واحد الفقيه كيمشيو عنده خالاتي، يلا زيدي يلا نمشي معاك عنده. وقلت لها رانا ما هازه الفلوس لا والو، قالت لي غير زيدي انا هازه معايا تتردي ليا. مشيت معاها عند السيد، والسيد كيدوي كيقول لي كتبغي شي واحد ياك؟ قلت له ويقول لي هذاك الواحد من العائله؟ قلت له اش غنقول لكم البنات. قال لي شوفي جيبي لي تصويرته وطريف من حوايجو، وجيبي لي طريف من صباطو. عرفتي كثر عليا واحد الورقه طريف طريف طريف. قلت له واخا، وكان قال لي 10,000 درهم وكوني هانيه. قلت له بصح؟ قال لي كوني هانيه. داكشي اللي كان البنات. مشيت سيمانه وانايا كنحاول ناخذ شي طريف من حوايجو ما مصبنينش. مشيت عند خالتي زعما باغا نعاونها، عند جارتنا زعما خالتي السعديه، كنقول لها بغيت زعما نعاونها في شي حاجه باش ناخذ هذاك الطريف. كندور من هنا ندور من هنا، وهزه واحد المقص هنا في صدري، بان لي الصباط ديالو قطعت منه واحد الطريف من التحت. تصويرته كانت عندي في الانستغرام، مشيت خرجتها. بزاف د الحوايج كان كثر عليا. بقيت شي سيمانه ونص وانا كنجمع في داك الشيء. اما تقولوا لي من جبتي 10,000 درهم؟ يعني عرفتي امي الا سمعت هاد القصه غتعرفني انا. هزت لامي واحد الخاتم ديالها من المجر وديتو بعتو، وكان جاب لي تقريبا شي 10,000 وشي صريفه كتير، يعني شي 1000 درهم بحال هكاك، ما عرفت 2500 درهم شاطت ليا. المهم بقينا كنتقاجروا معاه، ما عطيتوش 10,000 درهم كامله، كنت نقصلو شويه. وكانت خبيت هذوك الفلوس، قلت لعل وعسى نحتاجهم مره اخرى. كان قاد داكشي ويقول لي صافي كوني هانيه، راه واخا يتزوج هو وياها غادي يطلقوا. امي شحال قلبات على داك الخاتم، شحال قلبات عليه، وانا كنقول لها يمكن هنا، يمكن فاش جاو عندنا الناس، يمكن دخل شي حد. هادي كتقلب مسكينه وبكات على داك الخاتم، كان عندها قديم. انا عرفت الذهب يقول ابني، اما راه كان يجيب لي اكثر. شنو غنقول لكم البنات، ملي كندخل لبيتي باش نعس كنبقى نبكي ونشكي. حتى من خواتاتي عاقوا بيا، قالوا لي اش كاين جات طيرات ولك المعقده هيا تزوج به. ايوا بقاي نسيه، حيت خواتاتي كانوا عارفيني كان كيعجبني وكنت كنبغيه. وهذيك بنت الحاج عربي كنا نقولوا لها المعقده. داز تقريبا واحد 15 يوم، الناس بداو كيوجدوا العرس، كان قريب الصيف، وبداو كيوجدوا. كان كيهضر معايا هو، كان كيقول لي اي حاجه داز بيناتهم، وكان كيقول لي في اي حاجه، فهمتي اي حاجه كانت كيقولها لي، كيقول لي انت يا راه اختي وهادي. وصراحه كان كيعتبرني بحال اختو من الاول، غير انا الله يهديني وصافي. وكنت كنهضر معاها، هي ما كتقول لي حتى شي حاجه، السلام لاباس كلشي بخير الله يعاون، وكتقطع عليا ما مسالياش كتقطع عليا. هو كيبقى يهضر معايا يقول لي كي درتي في قرايه، كي غادا مع الدراسه ديالك، ربك كيخلص عليك فلوس صحيحه، قراي خدي الدبلوم ديالك باحسن نقطه. كنبقاو هادرين، ولكن انا ماشي هذا هو الغرض ديالي في الهضره. انا بغيت نهضر معاه في الحب والغرام،
بغيتو يقول لي توحشتك، بغيتو يقول لي كنبغيك، هادشي ما كاينش. رجعت عند هذاك السيد، هذاك الشواف ولا فقيه ولا ما عرف شنو نسميه، وبقيت كنبكي عليه. قال لي سيري كوني هانيه، راه واخا يتزوجوا غادي يطلقوا، والنهار اللي غادي يطلقوا جي عندي وجيبي لي القده وقده. كان شرط عليا شي حوايج اخرين، ذبيحه وفلوس، واحد العشبه ما عرفش من كاع مني غادا نجيبها. المهم داز هذاك الشهر الاخر عندهم العرس. سيد فرحان ما قدها فرحه، وحتى مو فرحانه ما قدها فرحه. دازت ايام، الناس دوزوا العرس فرحانين ناشطين، وكأنا كان بزز مني خاصني نوقف، وخاصني نلبس وندير المكياج ونشطح ونردح ونضحك. وهادشي كامل داز، قلبي مرض. هز يدو في يدها وكانوا مشاو، كان داها لشي مدينة سياحية. دوزو تقريبا شي 10 ايام ورجعوا، كانوا طافين تليفوناتهم، وانا كنقلب في الانستغرام ديالو والانستغرام ديالها، لعل وعسى يلوحوا شي تصويره رومانسيه. والو البنات، ثقيل. انا كنعيط ليها، كي دايره؟ لاباس عليك؟ كي دايره مع الصحه؟ كي دوزتو شهر العسل؟ كتقول لي لاباس. كنقول لها وردي بالك، انت راك عارفه كمال باترون وكيبغي داكشي ديال الباترونات، ايوا طلقي معاه ما تبقيش معقده. كنحاول ندخلها باش غير تقول لي الهضره ولا شي حاجه، وحتى هو كنهضر معاه كنحس به باغي غير يسوسني. مابقاش داك كمال اللي كيبغي يهضر معايا ويضحك معايا نهائيا. حتى لواحد النهار صونت عليا هي، كنت في القسم قارين، كان عندنا واحد ليكزام. منين خرجت من ليكول وانا نهضر معاها، الو سلام كي دايره؟ لاباس؟ تقول لي شوفي بغيت نهضر معاك. قلت لها مرحبا مالك شنو كاين؟ قالت لي شوفي واش نقدروا نتلاقاو انا وياه. قلت لها صافي. مشيت هزيت راسي مشيت لقيت معاها، قلت لها مالك؟ قالت لي شوفي بغيت نقول لك شي حاجه والعار تبقى بيني وبينك. قلت لها كوني هانيه، اويلي سرك كبير، شنو كاين؟ قلت لي شوفي راه كمال، راه انا لحد الان باقا بنت وما درناش ليله الدخله، راه السيد فاشل، راه ما خلينا حتى طبيب ما مشينا ليه في هذه المده، وراه تنديروا الرقيه كنشربوا الماء القران، والو فين ما كنجيو نديروا ليله الدخله راه ما كاينه حتى شي حاجه، راه هو كيبان لي واقيلا ماشي راجل. قلت له ويلي، قلت له السيد كانوا عنده علاقات، والسيد راه باترون، سوليني انا. تقول يا كيفاش نسولك انت؟ قلت لها زعما انا كنعرفو مزيان ومن الصغر وهادي، وانت راه عارفه بحال خويا وزعما كاينه. وهي تقول لي شوفي الهضره تبقى بيني وبينك، وبقات كتبكي تقول لي شوفي انا راه باغا نتفارق معاه، وراه قلتها لخواتاتي وهادي قلت لها ويلي كوني هانيه، راه سرك كبير. غير تفارقت معها البنات ومشيت هز التليفون وكنعيط عيط كاع العائله، وكنقولها اليوم فين ما كيسولني شي واحد نقول لهم ويلي قالتها لي فلانه، ماشي عليها خلطت العائله. شي كنقول قالها لي فلانه، شي كنقول قالتها لي الجاره، شي خلطت الجيران، خلطت العائله. فين ما نعرف شي واحد في عائلتهم ولا عائلتها ولا الجارات ولا الدراري، وخاصه الدراري ولا الدرب، كلهم قلتها ليهم. شويه وهزيت التليفون وانا نعيط ليه، ما بغاش يجاوبني، وانا صيفط له ميساج قلت ليه شوف ضروري تدوي معايا، راه عندي لك شي حاجه. قلت ليه راه خطيره، صوني ليا. دازت 2 دقائق ويصوني ليا. السلام دودو كي دايره؟ لاباس؟ اش خبار؟ قلت ليه لاباس الحمد لله، انت مزيان كل شيء؟ ويقول لي مالك شنو كاين؟ قلت ليه واش بصح باقي ما دخلتيش بها؟ واش بصح انت ماشي راجل؟ واش بصح عندك مشكل؟ ويقول اش كتقولي؟ جمعي راسك. قلت لي اسمح لي مبغاش نقلل عليك الحياه، ولكن راه هادشي اللي داير في الدرب وفي الحومه وفي كل شيء، هادشي اللي داير حتى في العائله. قال لي ويلي. قلت له ايوا قطع عليا ومشى لمراتو. اش غنقول لكم، عطاها قتله ديال العصا. هادشي غادي نفهموه من بعد ما جات غضبانه لدار باها، العينين زرقين الوجه زرق، حتى من يديها زرقهم ليها، وجات لدارهم. انا هزيت عبايتي ومشيت كنجري عند خالتي السعديه. قلت لها ويلي شنو كاين؟ قالت لي يا ويلي راه اشنو كاين وبزاف عليهم ولدي. شتي انا ولدي حتى وحده ما توصلوا، ولدي غنزوجو بلالات البنات،
ودابا نفرق عليهم عينيهم غير تسناي. قلت لها ويلي خالتي جلسي. دخلت عمرت كويس ديالاتي وحطيت الماء وكنتسناو ولدها يجي. قلت لها ويلي خالتي شنو كاين؟ خليها جلسي خليه تيوصل على خاطر بقيت تصوني عليه هو صايق. السيد جا اش دار قدام اش دار؟ عرفتي الطابله اللي حطيت فيها اتاي قلبها، انا وتقول عليا وانا وهادي وانا وباقي غوت ويعرعر. مشيت جلست حداه وقلت له خويا كمال ما ديرش بالك، راه هي يا بحال هكا وصافي انت ما تفاهمتوش، طلق الزمر اش بغيتي دير بها؟ امك كتقول لي طلقها والله الا كانت لك مراه. على المراه واخا كاع يكون هادشي بصح كون راه تسترك، المراه هي سترت راجلها وهادي وما خاصش هادشي يكون. ايوا قول لي شنو كاين؟ هو حد راسو قال ما كاين والو، راه هي شبعات. هادشي راه يلاه دوزو شهرين ديال الزواج هو وياها، وهي كانت ديك الساعه باقا كتقرا هو كان خدام وكندير ليها دارها بوحدها والطوموبيل واللي احتاجتها واللي حلت عليها فامها كتقول كيجيبها ليها، وانايا مسكينه كنبات نبكي. واش غنقول لكم البنات؟ في ديك السيمانه هو مشى دفع الطلاق، هي حتى هي دار المحامي، دارت حتى هي المحامي، ما كاينش شهر فرتكو الجوقه. امو بدات تقول لي شوف غنزوجك بلا البنات. وحتى انا ديك الساعه رجع يهضر معايا ويتحتت معايا وكنقول له شوف كمال كي خاصك ضروري تتزوج، وتثبت ليهم بان هاد الهضره ما كايناش. قلت لي شوف راه فلان وفلان باقيين كيهضروا عليك وما نساوش كاع هذا الموضوع، راه كيشربوا بك اتاي. ويقول لي ويلش كتقولي؟ قلت لي عرفتي بنت خالتي هذيك فلانه اللي في المدينه الفلانيه؟ قال لي مالها؟ قلت لي هذيك راه عيطت لي وسولاتني وقالت لي بصح كمال وقع له هذا الشيء. ما عرفت ما نقول ليها وقطعت عليها، وهي راه بنت خالتي راه انا اللي وصلتها ليها. وهذيك بنت با العربي اللي كتقول لي سر في بير، ما كانش عارفه بان هذا البير راه غادي يسقي الحومه والحومه اللي حداها. الله يسمح ليا. ايوا البنات بقيت جالسه كنتحلون عليه وانا ويقول لي ويلي ودابا شكون غادي تزوج بيا من بعد ما هاد الفضيحه كامله؟ قلت لي ويلي عرفتي شنو كتقول عليك بنت با العربي؟ كتقول عليك انت مثلي. قال لي شنو هو؟ وناض عاوتاني قلت لي ويلي انا ما قلتش لك بحال هكا باش تبقى تغوت، غير باش دير اتونسيون صافي. قال لي صافي غنمشي لداري ما غنبقاش نجي لهاد الحومه. قلت ليه لا بالعكس، محدك انت غابر هما كيبقاو يهضروا عليك، بالعكس خاصك تبان ليهم صباح وعشيه. ويقول لي وشكون هادي بعدا اللي غتزوج بيا وانايا هاد المشكل وهاد الفضيحه كامله؟ قلت له انا بيرك وغطاك، انا نتزوج بيك وانا اللي غنكون لك امراه وانا اللي غدا نربي لك وليداتك، ما تلقاش محسن مني. قال لي ويلي نتزوج بالمشاكه؟ وبقى كضحك ويضربني بديك. قلت له والله حتى كنهضر معاك بصح علاش كضحك؟ قال لي كدوي من نيتك؟ قلت لي كندوي من نيتي. هو يقول لي على بركه الله انا نقولها للوالده وجدي لي راسك. قالها لمو، امو فرحات وقالت لي ديرها من الاول ما بقاش بحال دنيا. وجات قالتها لامي، امي ما بغاتش الصراحه، ما بغاتش. قالت لي بنيتي يكون شي مشكل ولا شي حاجه كتدخلي راسك في المشاكل، با ما عجبوش الحال. وانا قلت لامي منو نخلق هو اللي غنتزوج به، خليوني. داكشي اللي كان. امي متي قالتها لبا، قال ليها على بركه الله مسكين دا مسكينه وتهنت المدينه صافي خليهم هما عارفين راسهم اش كيديروا. امي كان الشرط ديالها الوحيد بانني ما نخليش القرايه ديالي، وانا كانت قرايه واخا هاد المشاكل كاملين وهاد الطيران ديالي كامل كنت كنقرا مزيان. اش غنقول لكم البنات؟ داز داك العرس ما عرفش كيفاش داز، كنت مرفوعه فرحانه وكنوجد ما وجدتش بزاف، شي قفاتنا قلال واكثريه كريتهم. داز العرس بدينا ديك الحفله في وسط الحومه وجبنا المغنيين على الواعرين، مو تكلفات بكل شيء وكانت تقول لماما اللي تقالت عليك خفافت عليا. ايوا صافي هاد المره مو قالت له شوف غدير ليله الدخله في دارك، ما تمشي لا الاوطيل لا المدينه الشماليه لا المدينه الغربيه. وانا قبل من العرس بيومين كنت مشيت عند خونا المشعوذ ولا فقيه ولا شنو يقولوا لي هذاك، كنت ديت له 5000 درهم وكنت ديت له واحد الحولي صغير. مشات معايا هذيك صاحبتي نيت الكاتمه سري ودينا ليه واحد العشبه كنا جبناها من الصحراء
كان هو كيقلب عليها وكان باغي واحد العشبة كتسوى الملايين ديال الفلوس. ومشيت عنده قلت له صافي غير فكو، غير فكو من التقاف، صافي راه غادا نتزوج بيه، راه عندنا العرس في هاد السيمانه. قال لي صافي سيري كوني هانيه. السيد فرحان خدا داك الشيء، قال لي كوني هانيه، قال لي جبتي لي داك الشيء باش غنفكو. كان قال لي جيبي لي نفس داك الشيء اللي ديت لي في الاول، طريف ديال الصباط وهذيك التصويره وشي تخربيقات اخرين، ما بغيتش ندخل في التفاصيل. عطيتو داك الشيء في واحد البواطه، قال لي صافي سيري كوني هانيه. داك الشيء اللي كان. مشيت دوزت العرس دي على خاطري، كي قلت لكم مو كانت قالت ليه ودارك دوز ليلة الدخلة. هما جالسين كيضربوا كيشطحوا في داك الصالون وكيغنيو، انا وياه دخلنا للبيت وفرحانه وما قادني فرحه. واخيرا تسد علينا باب واحد انا وكمال، وباقي نفس كمال فيه الضحك والنشاط، ودائما يقول لي نمشي هكا ويجرني ويدفعني. المهم خالقين السعاده. منين جينا نديرو ليلة الدخلة لقيت غيديو البحثة، والو البنات والو. السيد بدا كيبكي وكيقول لي اشنو قلت ليك، وانا ما بغيتش نجرك معايا، وشوفي شنو وقع ليا، وهادشي وقع ليا غير منين خديت هاديك، انا كانوا عندي علاقات من قبل. وبقى كيبكي وانا نقول له صافي صافي كون هاني، السروال غادي يخرج. قال لي كيفاش؟ مهم درنا واحد الطريقه خرج بها السروال، انا ما بقيتش بنت، وخرجنا السروال ليهم وانا جالسه متكيه زعما راني موعته والدموع كيهبطوا من عينيا. هو كيبص لي على راسي وكيقول لي سمحي لي ما سمحي لي. واش غنقول لكم البنات، دوزنا داك النهار. كان قال لمو شوفي انا راه غنهز مراتي وغنمشي نسافر باش ننسى هاد المشاكل كامله. قلت لهم صافي. الغد لي في الصباح جمعنا حوايجنا مشينا لواحد المدينه، ومن تما بدينا كندورو عند الاطباء، بدينا كنمشيو عند الفقهاء اللي كيعطيونا القران، كيقولوا له ما عندك حتى شي حاجه. وانا كنقول لا كان مخطي شي حاجه. بقيت جالسه كنمشي معاه هنا وكنمشي معاه هنا. الطبيب كيقول له ما عندك حتى شي حاجه، كل شيء عندك مزيان، حتى حاجه ما عندك. كيقول لي انا راني يلاه مزوج، كانوا عندي علاقات من قبل وها وقع لي كيقول لي وقعت الحاله النفسيه، حاول ترتاح. كيعطيه الدواء من هنا من هنا. اش غنقول لكم البنات، دوزنا 5 ايام رجعت بحالاتي. غير هو رجع لخدمته، لبست جلابيتي وقصت صحايبتي ومشيت كنجري عند الفقيه. قلت له ما كاينه حتى حاجه. قال لي شوفي راجلك فيه شي حاجه اخرى، انا راني فكيتو ما بقى عندي ما ندير ليه. بقيت كنغوت عليه وكنقول له انت نصاب، ديتي ليا رزقي ودرتي ليا وفعلتي ليا. قال لي شوفي 2 كلمات نقولهم لك، اعلى ما في خيلك ركبيه، واش عندك شي دليل؟ ضرقي عليا كمارتك من هنا. قلت له شوف منك الله، حسبي الله ونعم الوكيل فيك. قال لي منك الله حتى انتي اللي جايه عندي، واش انا جريتك وجبتك لعندي؟ حيدي عليا من هنا ولا ما غيعجبك حال. يلا ولا غدا نفضحك وسط عائلتك، وهو غدا نقول ليه ها نهار جيتي عندي وها نهار جيتي عندي وها الكاميرات شادينك. وانا كنت عارفه يديرها ما عنده ما يخسر. تقريبا كان مشى لي عنده شي 2.5 مليون بلا داك الحولي اللي كنت ديت وبزاف، والوقت والخاتم اللي طيرت لميمتي وعطيته. اش غنقول لكم البنات، ندمت بزاف، ندمت ولحد الان بقى كنعاني. وندمت حتى على الزواج من كمال. ما عرفتش ديك الحياة اللي كنت كنتخيلها ما لقيت منها حتى شي حاجه. دابا انا وياه كنجريو عند الاطباء ونجريو عند الفقهاء والرقيه الشرعيه وشحال من حاجه، وحتى من العائله كيقولوا لنا واش باقيين ما غديروش شي وليدات. احنا دابا غاديين في 3 سنين ديال الزواج وباقي نفس الموضوع. وحتى كنتخاصموا بعضياتنا بزاف، فين ما كتخاص شي حاجه ولا شي مشكل صغير كيقول لي صافي مليتي مني وغير بيني على نيابك، نيتك بدات تبان دودو. كنقولوا لا، وانا ما عمرني ما نتفارق عليه، وكنت حب قلبي وانت هادي. ولكن البنات راه كنبكي وكنستغفر الله، وليت حتى كنصلي بحال دخلت في واحد الدوامه ديال الاكتئاب. ما بقيتش عارفه شنو ندير ولا شنو نقول ولا. الحمد لله اليوم جيت نعاود لكم قصتي. عارفاكم البنات غتشبعوا فيا معيار، ولكن على الله لقى شي قلب حنين يقول لي اشنو ندير، ولا
غير دعيو معايا، دعيو معايا الله تفك هاد الكربة ديالي، راه كنضل ندعي بالليل وبالنهار. يا ربي تسمح ليا، ندمت بزاف على هاد الحياة. شكرا على الاستماع. حبيباتي اللؤلؤات، كنتمناكم تبردوا ليا قلبي في هاد السيدة، ما تخليوش من جهدكم. راه انا دويت معاها وقلت لها شنو خاصها دير، ولكن حتى نتوما خليو الاثر ديالكم، وما تنسونيش انا من التعاليق ديالكم الزوينين، واشتركوا في القناة، فعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كل نهار سر من اسرار شهرزاد. الغزالات ديالي مسلمة عليكم، ما سخيتش بكم، خليتكم في امان الله وحفظه. الى قصة قادمة ان شاء الله.